السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو ممنوع لمن سنهم أقل من 12 سنة. ممنوع. الرجاء تحذير الأولياء. سيف وولف. نو بالرسمي خويا موضوع ما يستحقش لفدلك. الموضوع هذا خطير على الاخر، وما فهمتش انا خويا السلطات المعنيه بالامر هذايا علاش التو ما لقاوش القبض على السيد هذايا خويا. ليه لحظه برك خويا، مش تحس مشبه لك جماعه جواريت بروسيس؟ عرفتم جواريت بروسيس اللي يبدا يلعب في جمعيه مغموره اسمها بي اس يونايتد؟ فهمتوا؟ والله مش نوار خويا. باش نحكي لكم حكايته فيسع خويا. ملخص: السيد هذا عمل فو بروفيل ديجا قلب الدنيا تو، والرأي العام قلب عليه الدنيا. يستدرج في الأطفال اللي من سنهم 12 عام و13 عام والزون هذيك، يستدرجهم ويحكي معاهم بما انه هو طفلة. فهمتني ولا ليه؟ راني لهناك قلت بما انه هو طفله، كي قلت كيكا راني نقصد هو معناها متحرش جنسي، لكن عامل فو بروفيل باسم طفله، يعني باش ينجم يستدرج الضحايا نتاعو اللي هما الوليدات الصغيره، يكلمهم يدخل معاهم في الموضوع. فهمتني ولا لا؟ يقول لهم فهمتني ولا لا صوروا لي تصاور خاصه، مثلا يقولوا له تصور عريان، وبعد كده يتم ابتزازه. بعد ما الطفل ذاك يبعث التصاور للإنسان ذا الحيوان الأدمي، بعد كده يا خويا يقوم بابتزازهم. يقول القائل كيفاش يبتزهم خويا؟ يبتزهم يقولوا يجيب صاحبك ولا ولد حومتك ولا ولد عمك وتعمل معاه علاقة جنسية، ولا التصاور اللي بعثتهم لي من الأول نبعثهم لأمك ولأصحابك ولولاد حومتك. ولا سنينتي ما نبعث لقاربكم وولاد حومتك واصحابك الكل والكابتريات وكل شيء. اسمعني، هذاك كل واحد يعني حاسس بين نفسه مع بعض. لا تبعثوا الفيديو، ما بعثوش الفيديو الفراس ينعم. خليني نقول لك حاجه، شفت انت كنت رجعت معايا حبيت شي فيديو ولا تصوير نتاعك كنت مريقل معايا عامل كيف نولي حاجه اخرى. فيديوهات صادمة قاعد يبعثها لصغيرات الأطفال أعمارهم 10 11 12 سنة، ويبعث تصور بنات سامحوني عرية باش هما يبعثوا زاد كيف الصغيرات يعملوا بالمثل، وبعد يطلب منهم أمور أخرى لا أخلاقية. يصور رواحهم في أوضاع مخلة ويقوم باستفزازهم بصور عارية من اللون، وبعد يقوم بابتزازهم باش يقوموا بتصوير أنفسهم في أوضاع مخلة. دارجين انت وياه مع بعض بنفس الفيديو، كل واحد يوريني وجهه. لا وجهي لا الوجه ليه باش نعرف شكون هذاك وشكون هذاك. السيد هذا يا خويا جاتني عليه معلومه خطيره على الاخر من عند ولد حومته. اي نعم صاحبي ما عنده ولد حومته. المعلومه هذه خطيره وقادره خويا تغير الراي العام. الحكايه اللي جاتني عند ولد حومته خويا حكايه مخطره وخطيره على الاخر صاحبي، ويمكن انتوما ما كنتش باش تصدقوها وما هيش باش تخطر على بالكم جمله. المعلومه اللي جاتني عند ولد حومته انه السيد هذا يا خويا الفيديوهات هذوكم تالصغيرات وهم عرايا ما همش ليهم هو، لكن الفيديوهات هذوكم تالصغيرات. المهم خويا ما نطورش عليكم، الانسان هذا الفيديوهات نتاعو الكل ماشيين للدارك ويب. اي نعم خويا، يمكن تصدمت تو، يمكن جاتك شوك، لكن والله معلومه مؤكدة عند ولد حومته انه الفيديوهات هذوكم الكلهم يتم بيعهم في الدارك ويب صديقي الغالي من عند السيد هذا يا خويا. وبالطبيعة كي يبيع الفيديوهات هذوكم ياخذ الفلوس. والسيد هذا مش مجرم برك، بل اكثر من مجرم.